بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل تورتة الفادج الجميلة الشيك ديت ببيضة واحدة بس. هنعمل تورتة مقاس 18، هتبقى بالجمال والشياكة ديت واقتصادية جدا وبسيطة. وشكلها جميل، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. شايفين ما شاء الله رقيقة وجميلة ازاي؟ يا رب تعجبكم، يا رب طريقة الكيك تعجبكم. ندخل بقى على الطريقة على طول. هنا معايا كوباية، معايا الأول بيضة تكون حجمها كده حلو مش صغيرة، ونحط عليها معلقة فانيليا وكوباية سكر، ونقلبهم بالمضرب العادي خالص. ممكن تضربهم في الخلاط بس مش مستاهل الخلاط، نضربهم بالمضرب اليدوي كده بالراحة لما الخليط يبيض معانا شوية بالشكل ده كده. مش هنكمل 5 دقايق ضرب فيها ولا دقيقتين 3 كمان. لما توصل كده للقوام الفاتح ده شوية، هنحط لها نص كوباية لبن أو نص كوباية حليب، وربع كوباية زيت. ربع كوباية مش نص، ربع كوباية زيت. وهنحط كوبايتين إلا ربع دقيق وربع كوباية كاكاو. يعني هما كوبايتين دقيق هنحوش منهم معلقتين كبار دقيق، ونحط مكانهم معلقتين كبار كاكاو، ونقلبهم بالشكل ده كده. القوام هيبقى تقيل معانا شوية، هنزود كوباية إلا ربع مية مغلية بالتدريج. مية مغلية مش سخنة، انا بزودها بالتدريج كوباية الا ربع مية. ونقلب لما القوام برضو يبقى متجانس معانا كده. هنحط معلقة صغيرة ملانة بيكنج باودر، ونص معلقة كربونات الصودا اللي هي كربوناتو، وهنحط معلقة كبيرة خل. دول في الاخر، ونقلبهم بقى كده كويس. شايفين لما حطينا الخل على البيكنج باودر والكربوناتو بدأ يفوروا ازاي؟ نقلبهم كده كويس قوي، وبعدين نحطهم في الصينية الوسط وندخلهم الفرن. انا للاسف المقطع ده كان اتحذف مني، يعني لقيتني ما اعرفش هو اتمسح من التليفون ولا ايه اللي حصل. بس انا حطيت الخليط ده في صينية المستطيلة الوسط. ما رضيتش احطها في صينية مقاس 18، قلت برضه عشان تعلى كده براحتها. وقاعدة عند مقاس 18 قطعتها بالشكل ده كده. جت معايا 3 طبقات وفاض منها كمان. تمام، يعني انا حطيت الخليط ده في الصينيه المستطيله الوسط. بس للاسف المقطع ده اتحذف. بعد ما بردت بقى خالص كده قطعتها بقى قاعده مقاس 18 3 طبقات. وبعدين حطيتها على قاعده كده بالشكل ده، وسقيتها بسيرب خفيف. وبعدين عملت كوبايه كريم شانتيه واتبقى منها كمان، وعليها معلقه كاكاو. وضربتها وحشيت بقى بالشكل ده كده، وحطيت مكسرات في الحشو، وحطيت جيلو شوكولاته برضو في الحشو. وحطيت الطبقة التانية وهضغط عليها كويس، لأن عشان أبقى مقطعاها من صينية. الطبقة منهم جت مش سليمة يعني. لازم تكون كده منها حاجة متكملة يعني. فهنحطها في جنب بعضها ومش هيحصل لها أي حاجة خالص. وهحط طبقة الكريمة التانية بالشكل ده كده. أنا عملت كوباية كريم شانتيه فاض منها كمان. حطيت كوباية كريم شانتيه عليها معلقتين سكر وعليها معلقتين كريمة باستري، وعليها كوباية مية فيها تلج، وعليها معلقة كاكاو خام. واحط برضو الطبقة التانية وعليها برضو مكسرات، وعليها جيلو شوكولاتة او جناش المتاح عندك. واحط بقى اخر طبقة معايا. الكيك ده ما شاء الله طري جدا. شايفين يعني ايه من طراوته مش مستحمل ان انا انقله. جيت انقله من على الصينية اتكسر مني، مش كسر، اتقطع منه بس حتة. بس حطيتها عادي وتمسك في الكريمة عادي، مفيش مشكلة خالص. احطها بقى كده واضغط عليها واسقيها برضو بسرعة خفيف، واحط كده كريم شانتيه على سطح الكيك كده من فوق وعلى جوانب الكيك، وهجلس التورته كويس قوي. هي التورته دي ما كانتش اوردر ولا حاجه، بس ما شاء الله كانت جميله جدا وطريه وطعمها تحفه بجد. إيه يعني غنيه كده، مش زي الاسبونش العادي كده، غنيه كده تحسها هي كده ما شاء الله جميله، طعمها جميل. وغنيه مش زي الاسفنج كده. تمام. اللي عاوز الطريقة دي يعملها برضو، اللي عاوز الاسبونج يعملها، بس دي الطريقة دي اقتصادية. عملنا بيضة واحدة وبقل من كوباية كريم شانتيه، يعني يعتبر 3/4 كوباية، أو ما كملش كمان 3/4 كوباية كريم شانتيه. وهنعمل معانا تورتة مقاس 18 جميلة جدا وحجمها حلو. هتكفي معاكي 8 أفراد، أو على حسب ما تقطعي كمان. وهنعملها بطريقة بسيطة جدا. وأي تورتة يعني أي حاجة تقدري تعملها في البيت بأسهل طريقة، من غير بقى محسن جل ولا من غير سبونج. لو مش عندك محسن ولا سبونج تعملي التورته دي هتبقى جميله جدا معاكي. بالفudge الاقتصادي بطريقه سهله جدا. انا كده جلستها كويس وحطيتها في التلاجة نص ساعه. وبعدين طلعتها حطيت عليها جناش شوكولاته
مقادير الجناش: كوباية شوكولاتة، عليها نص كوباية مية، مع معلقة كريم شانتيه. نسيحهم كده على النار لما يسيحوا خالص كده. انا كنت لسه عاملاه عشان كده ما كانش لاحق يتقل. وحطيته بقى بالشكل ده كده. تحط بقى الجناش بالشكل اللي تحبيه، ممكن تغطي التورته كلها من الجوانب ومن فوق، وممكن تعملي دريبات زي ما انا عملت كده. الطبقه اللي تلاقيها خفيفه لان كان الجناش لسه معمول يعني ملحقش يتقل، بقيت ازودها تاني. هنا بقى بعد ما سقعت وحطيتها في التلاجة، وكمان نضفت القاعده من الجناش اللي كان نازل عليها. حطيتها بقى بالشكل ده كده. حطيت بقى شوكولاتات كده، اي شوكولاتات بقى موجوده عندك. انا حطيت شوكولاتات كده، شوكولاتات يعني ساده مش محشيه ولا حاجه. وحطيت بسكوت ويفر اللي هو مغلف بالشوكولاته ده. وحطيت برضو شوكولاته كنت عاملاها في ورق ترانسفير على شكل شباك كده. اي شوكولاته عندك بقى تقدري تعملي فيها اللي انت عاوزاه. اي شوكولاته متاحه عندك بقى حطيها، زيني بقى براحتك، الموجود عندك حطيه في الشوكولاتات دي. وحطيت بقى كريسبي برضو شوكولاته كده صغير. وحطيت برضو كريسبي شوكولاته برضو ابيض كبير يكسر معنا اللون شويه، بس لسه ما حطيتوش. ودي نجوم كده ذهبي، اللون الذهبي بيبقى جميل جدا مع الشوكولاته. حطيت كده نجوم ذهبي. وهرش كمان معايا سكر ذهبي، وهرش معايا سكر فضي يكسر برضو اللون ويخلي اللون جميل زي ما انتم شايفين كده. سكر ذهبي وسكر فضي، انا عاملاهم الاتنين في البيت، من الشارع السكر الذهبي ولا الفضي، انا عاملاهم في البيت. هو بيشتري من المحلات يعني، بس انا اشتريته مره ولقيت طريقته مش مستاهله ان انا اشتريه، فعملته في البيت. حطيت بقى كريسبي الشوكولاته الكبيره اهو، الابيض يكسر بس معانا اللون شويه. وحطيت برضو شوكولاته ريد فيلفت، شوكولاته لا كيك ريد فيلفت، الكيكه اللي هي الحمراء اللي انا بزين بيها معاكم على طول. شايفين لما حطيتها ما شاء الله خلت شكل التورته جميل جدا. وكسرت معانا اللون كده وبقت تورته ما شاء الله شياكه كده وشكلها حلو في نفسها كده. قولوا لي بقى الطريقه عجبتكم ولا ايه؟ شايفين تحفه بجد؟ شايفين جميلة ازاي وبسيطة. هنلف بقى داير التورتة كله كده بالكريمة بالشكل ده كده. انا لفيت داير التورتة وكان لسه معايا كمان اكتر من نص كوباية كريم شانتيه. يعني الكريمة ديت ممكن يكون نص كوباية تكفيها او ممكن اكتر شوية. هنلف بقى داير التورتة كله بالشكل ده كده. شايفين جميلة ازاي؟ ايه رأيكم بقى في الجمال والشياكة دي؟ يا رب الطريقة تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى تكتبوا لي كده تعليق حلو ومحفز، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات عجبكم ولا ايه. وما تنسوش اللايك، واللي مشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. يلا سلام عليكم.